بيبتدي فيلمنا في جنوب الصين، وده المكان اللي كل اللي فيه بيحبوا الشاي، متأخرين بقى مزنوقين، أهم حاجة كوباية الشاي. تمام، بنروح لمكان في راجل بيعمل فناجين شاي على شكل عرايس لعبة، وبيكون آخر اتنين عاملهم بإيده هما تانج وتشا. بيروحوا بهم لمراته عشان تتفرج عليهم وهو فرحان. الست بيغمى عليها وبتقع على الأرض، فبيسيب الراجل العرايس من إيده ويطلب الإسعاف بسرعة. في الوقت ده بتقع شيانج من على الترابيزة، فبياخدها فار كان مستخبي في المحل. انما تانج بيروح مع واحد بيجمع عرايس الشاي وبياخد. بيشوف عرايس الشاي دي بتعمل ايه بالظبط. دي حاجة بتصب عليها الشاي عشان تغير لونها وتفضل محافظة على طعمه طول ما الشاي محطوط فيها. بيفضل الراجل يصب الشاي في كله ويغير لونه من الأغمق، إلا تانج مش بيجي جنبه. بيسأل واحد صاحبه ليه انت مش بتصب الشاي على العروسة دي بالذات، فبيقوله انه مش حابب الشكل، لولا انها اخر قطعة كانت اتعملت كان زمانه رماه في اي حتة. بيتقفل المكان وبيقول كل عرايس الشاي من مكانهم، وبيشوفوا كل واحد عمل ايه النهارده ولونه اتغير كام مره. وبيكتشفوا ان تانج محدش لمسه، وبيقول لهم تانج عادي يا جماعه ولا يفرق معايا، بس من جواه بيبقى زعلان ونفسه لونه يتغير ويبقى زيهم ومش عارف يعمل ايه. لحد ما في يوم بتوصل كرة عملاقه على المحل اللي كلهم فيه، وتفضل داخله عليهم لحد ما تكسر الازاز، وكلهم هنا بيتلموا لحد ما بيعرفوا انه روبوت، وبيقول لهم انه جاي من المستقبل، وبيعرفهم كل واحد بنفسه. لحد ما بيجي الدور على تانج، بيفضل يعرف الروبوت بنفسه وبيقول له انت اسمك ايه بقى. فبيقول له الروبوت انه ما يعرفش اي حاجه عن نفسه، وبيسميه لاي عشان يعجبه الاسم. ويفضل تانج يساله عن شكل المستقبل عامل ازاي، وبيفكر انه لو راح المستقبل اكيد هيكون حد صب عليه شاي وهيشوف لونه بقى عامل ازاي. ولما بيسمع بيجي صاحب تانج الكلام ده، بيقول له هتفكر ان انت تسافر للمستقبل عشان ده مكان مش مضمون وممكن تنزل في وقت غلط. بيصمم تانج على رايه، فبياخد لاي معاه وبيقول له تعالى وريني المستقبل وانت جيت منين. بيفضل لاي ماشي معاه لحد ما بيوصلوا للفتحه اللي وصلهم منها، ويفضل يفتكر ايه اللي حصل لحد ما يقول لتانج بص الصراحه انا مش فاكر اي حاجه ومش هقدر اساعدك. بيتصدم تانج لما بيسمع الكلام ده وبيرجع زعلان. لما بيرجع بقى تانج المحل وهو زعلان بيقابل سلحفاه عجوزه، وبتقول له انت المفروض ما تزعلش من لاي لانه هو كمان مش فاكر اي حاجه. انا اعرف واحد موجود في الصرف بره هيساعدكم توصلوا اللي انتوا عايزينه، بس لازم تنزلوا لاعلى نقطه عشان تلاقوه. بيقتنع تانج بالفكره وبيروح يقول لاي لازم نهرب من هناك والراجل اللي في الصرف ده هيساعدنا. فبيودع الاتنين بقى اصحابهم ويطلعوا من المكان، وبيفضلوا يجروا بين الناس اللي واقفين من غير ما حد ياخد باله منهم لحد ما بيوصلوا للصرف اللي قال لهم عليه السلحفاه. وبينزلوا فيه وهما راكبين قارب معمول من الفوم، والدنيا بتمشي معاهم حلوه في الاول. في الطريق بيشوف تانج قدامه بلوره شكلها حلو في الصرف، فبياخدها من على الارض وبيديها لاي اللي بيفرح بيها، وبيقول لتانج ان دي اول مره في حياته حد يديله هديه وانه هيحافظ عليها طول العمر. في الطريق بتبدأ المية توصل للصرف عشان يجري تانج على سلم بعيد عنها، بس مش بيلحق لا يهرب وبتاخده المية. فبينزل تانج بسرعة ويمسك فيه وتاخدهم المية هما الاتنين، ومش بيعرفوا يوقفوا نفسهم لحد ما بيوصل الفيرن. ولما بيشوفهم بيقول لهم تانج ان هما هنا عشان الراجل اللي يعرف المستقبل بيطرح له منين. وهنا بيقول الفار منهم طبعا عارفه انا الراجل ده، تعالوا ورانا واحنا هنوريكم مكانه. وبيفضل لاي وتانج ماشيين وراهم لحد ما بيوصلوا لمكان الفيران، وهناك بيلف اللي قاعد على الكرسي عشان يطلع فلاش اللي هو كبير الفيران، ومش راجل بيشوف المستقبل ولا حاجه. وبيعرف بعد كده تانج ان فلاش اصلا عايز لاي مش عايزه هو، وان لاي ده روبوت وهيسافر المستقبل ولا حاجه، واتصنع من 12 ساعه بس اصلا. بس هو متبرمج انه يفكر انه اتصنع في المستقبل. بس ما فلاش قرر يسرقه ويعمل مختبر، وفضل يجري في الشارع لحد ما دخل المكان اللي فيه تانج. ومن هنا بدأت كل حاجه. بيفضل تانج مصدوم ومتضايق، فبيقول لفلاش انت متضايق ليه انت كمان، ما انت مش اصلي وعروسه الشاي الاصليه اسمها شانج. وبيقوله ان هو حابسها في قفص. فبيفتكر تانج اللي حصل ويجري عليها يقول لها فاكر اليوم اللي احنا اتصنعنا فيه انا وانتي. فبتقول له لا مفيش الكلام ده، انا مش فاكره اي حاجه ومش بتتعرف عليه. ويروح اتنين من رجال تانج عشان يضربوهم، ويفضل لاي وتانج يدافعوا عن نفسهم لحد ما يطلعوا شانج من القفص اللي هي فيه. وبعد كده بيوصل جيش فيران جديد عايزين يأذوهم، وبيمسكوا شانج تاني وبيرموا تانج في الميه، وبيقف لا يقف يدافع عن نفسه قدام فلاش لحد ما يقدر عليه. وقبل ما يضربوا الضربه الاخيره بيقول له فلاش بتلقائيه لا ما تضربنيش. فبيلاقي سمع الكلام وما ضربوش بجد، فبيدوا له امر انه يرجع على المكان اللي جاي منه. فبيرجع لاي لحد ما يوصل المصنع بتاعه، وهناك بيعرف حياته وكل حاجه عن نفسه انه معمول امبارح وما جاش من الفضاء ولا حاجه. وبيرجع لتانج اللي لسه مرمي في الميه ومش عارف يعوم عشان
عشان جسمه تقيل، لحد ما نلاقي في سمكة لازقة في المكان ومش عارفة تطلع منه، فبيساعدها. وبعد كده بتجيب السمكة كل اصحابها وبينقذوا تانج ويطلعوه تاني على سطح المية. وهنا بيتفاجئ ان باقي اصحابه طلعوا وراه، وان كمان فلاش مسكهم، وعمال يسأل بجو ليه تانج والروبوت بقوا اصحاب. مش بيرضى يتكلم في الاول، لحد ما بيقول فلاش لرجالته اضربوه عشان يضعف، ويقول لهم تانج محدش بيستخدمه ولونه مش عايز يتغير. ولما عرف ان لاي من المستقبل، قرر ان هو يسافر معاه عشان يعرف لونه يبقى عامل ازاي في المستقبل. وهنا بيقول فلاش لا دول مجانين رسمي، وبيبعت رجالته ويقول لهم لازم تقبضوا على تانج النهارده. وبيهرب تانج من المكان لحد ما يلاقي في فار جاي وراه وعايز يمسكه، فبيفضل يجري منه وهو مرعوب. وقبل ما يتمسك بيظهر لاي عشان يضرب الفار، وبياخد معاه تانج ويهربوا الاتنين من المكان. في الطريق بيقول له تانج مش هتوصلني للمستقبل، عشان يقول له لاي انه مش معمول في المستقبل ولا يعرف اي حاجه عنه، وان كل اللي حصل ده كان خدعه كبيره ومش عارف ازاي يساعده. فبيقول له تانج انهم لازم يوصلوا للراجل اللي سلحفة قال لهم عليه عشان يقدر يرد على اي سؤال. بيقولوا لاي انه كمان عايز يسأله ازاي يلغي السيطرة عليه، عشان كده اي حد هيجيله امر هينفذه زي ما حصل مع فلاش. ولما يكمل الاتنين الرحلة بيلاقوا حيوانات تانية ماشيين وراهم، بيفضلوا رايحين للراجل اللي بيجاوب على اي سؤال عشان ده عيد ميلاده. فبيمشوا كلهم مع بعض، واخيرا بيوصلوا للمكان اللي فيه الراجل، بس بيكون متجمع عدد كبير جدا عنده ومش اي حد ينفع يسأل، عشان لازم تعدي على الاختبار الاول، وكل واحد يدخل الاختبار لوحده يا ينجح يا يفشل. بيدخل لاي الاختبار علشان يجري تانج وبيستخبى فيه، لحد ما بيدخل وراه بيلاقي الاختبار ده حرب ضد الضفادع، وبيلاقيهم كمان ماسكين لاي ورابطينه عشان يجري عليهم ويفضل يضرب فيهم لحد ما يوقعهم كلهم على الارض. وبيروح بعد كده الاتنين يقولوا للضفدع الكبير احنا خلصنا الاختبار وعايزين ندخل عشان نسأل، بس بيقول لهم لا هو واحد بس اللي يدخل وكل واحد ليه سؤال واحد بس. بيقول لاي لتانج ادخل انت، انا خذلتك وكنت المفروض اساعدك بس ما عرفتش، عشان يدخل تانج. وبيلاقي اللي بيجاوب ده كمبيوتر مفتوح على برنامج كده زي جوجل، واللي بيدور على حاجة بيلاقيها. لما بيبدأ تانج يبدأ السؤال بيكون الفئران وصلت عشان تقبض على تانج، ويفضل لاي يحذر تانج بس بيكون مصمم انه يكمل السؤال. وبسبب هجوم الفئران على المكان بيتهد الجسر اللي باقي الحيوانات واقفة وراه ومستنيين يشوفوا السؤال تانج هيبقى ايه. ولما بينهار الجسر بيجري لاي بأقصى سرعته عشان ينقذ تانج ويقع هو تحت الجسر ويتهدى عليه. ده طبعا بيعمل صوت عالي وبيسمعه شخص بني آدم، ويفتح الباب الأوضة يشوف ايه اللي بيحصل. وبنعرف ان كل دي أصلا أوضة في بيت واحد عايش لوحده وبائس، عشان كده قرر انه يخترع البرنامج اللي تقدر تسأل أي سؤال فيه، وأكيد في حد هيشوف السؤال ويرد عليه. وبنلاقي الراجل ان لاي واقع على الأرض ومكسور، فبياخده ويفضل يصلحه لحد ما بيكون في حاجة لسه برضه غلط، بيشوف ايه مشكلته ايه بالظبط، بيلاقي في بلورة جواه عشان كده مش راضي يشتغل. وبيفضل يحاول يصحيه بس من غير اي فايدة، عشان يقرر انه ياخده معاه للملاهي. بيستنى اي حد يشغل اللعبة اللي هناك واللي المفروض دي هتفوق لاي، بياخده معاه بسرعة قبل ما الراجل يرجع تاني. وبيفضل يزقه في الشارع وهو تعبان ومش قادر يمشي، لحد ما بيلاقي الدنيا بتمطر. وهناك بيقف تانج يريح شوية وهو فاقد الأمل عشان مش هيعرف يشغل اللعبة. بس بيدخل طفلين صغيرين عشان يشغلوا اللعبة بالغلط، وبيكون تانج قاعد بيعيط عشان صاحبه مش راضي يشتغل، لحد ما بيشوفهم ويسمع صوت وبيلاقيه بيتكلم وبينادي عليه باسمه، وبيجري عليه تانج عليه وبيحضنه وبيقولوا لا انت ليه متسألتش ليه على لونك في المستقبل. فبيقول له تانج ان كل ده طلع هبد وما طلعش في حد بيجاوب ولا حاجة. بيقرر بعد كده ان مهمته الأساسية هي تكون تحرير شانج من عند فلاش. وفي الطريق لشانج بياخدوا معاه السمك اللي كان انقذه قبل كده عشان يروحوا للمكان اللي فيه شانج وكل اصحابه. بيكون شانج محبوسه في القفص ومش عارفه تعمل ايه، وبيجي في القفص اللي جنبها عمال يعيط لحد ما يلاحظوا في حاجه غلط، والميه عماله تدخل مخبأ فلاش لحد ما بيتكسر السور. وبيدخل تانج وهو راكب على سمكه اللي انقذها قبل كده، وبيعمل دخله دراميه عشان يدخل على القفص بتاعه اصحابه كلهم ويفتحها بعد الفيضان ما حصل اللي دمر المكان بتاع فلاش. بعد كده بيروح تانج بيروح يفتح قفص على شانج وياخدها معاه على سمكه لحد ما بيزيد الفيضان وبيقع في الميه، بس بينسى لاي اللي بيساعدهم. هما الاتنين بيطلعوا من الميه وبيتفقوا الاتنين ان هما يروحوا لبيت الراجل اللي عاملهم في الاول عشان يعرفوا منه القصه كلها وليه هو محدش بيستخدمهم. بتتوافق على الفكره وبيقرروا هما الاتنين يروحوا هما التلاته عند الراجل هناك. وبيوصلوا للبيت بتاع صانع العرايس ما بيعرفوش يدخلوا لان هناك في زرع كبير محدش عارف يعدي. بيشاور لهم لاي على فتحة الفرن ان هم ممكن يستخدموها عشان يدخلوا. في الوقت ده بيوصل فلاش اللي هرب من الفيضان
ومصمم ان هو ينتقم من تانج عشان يجري على لاي ويديله تعليمات ان هو يهجم على شانج وتانج، بس مش بيقدر يتحكم في نفسه وبيطارد الاتنين ويفضل يجري وراهم لحد ما بيبقى خلاص تانج وشانج ان هما هيقعوا. بيقول فلاش لهم ارميهم من هنا وخلينا نخلص منهم. بيحاول لاي انه يقاوم الاوامر بس مش بيقدر، وفي اخر لحظه قبل ما يضربهم بيشوف البلوره اللي كان تانج مديها له هديه علشان يفتكر كل حاجه ويقدر يوصل للشريحه اللي بتخلي فلاش يتحكم فيها ويكسرها. بعدها بيلف فلاش اللي مش عارف يهرب ازاي عشان يفضل لا يضربه لحد ما بيكسر سنانه ويسيبه. بس بيقدر فلاش انه يتسلق الفرن اللي التلاته فيه ويبقى عايز يشغل عليهم الفرن عشان يحرقهم، وفعلا بيشغل عليهم الفرن. بس بيقدر لاي انه ياخد شانج وتانج ويطير بهم بره الفرن عشان ينقذهم. يفضل فلاش يرمي عليهم حاجات عشان يوقعهم في النار. لما بيزهق ويلاقي انهم خلاص هيهربوا بينط عشان يمسك في رجل تانج ويحاول يسحبه للنار، بس بيكون ماسك في لاي. بس مش بيلاقي تانج حل ان هو يقول له سيبني بقى، وقعه في النار بفلاش عشان نخلص منه. بيفضل مصمم لحد ما بيسيب لاي عشان يقع في النار ويحصل انفجار في الفرن يوقع شانج ولا بره البيت. تاني يوم بيصحى الراجل عشان يلاقي فيه دخان طالع من الفرن، ولما بيجري عليه بيلاقي تانج واقع على الارض وكله فحم، فبينضفه من الفحم وبيتحول لون تانج بعد كده للابيض. وبنعرف ان كل ده لونه ما كانش بيتحول عشان ما كانش لسه اتصنع للاخر. بيفضل تانج مش مبسوط ان هو كان عايز يبقى لونه اغمق مش افتح. بيطلع بعدها من المكان عشان يدور على صاحبه لا اللي بيكون واقع بين الشجر وبايظ هو كمان بسبب الانفجار اللي حصل في الفرن. بيفضل تانج يجمع كل اجزاء لاي اللي وقع في الارض لحد ما ياخدهم كلهم ويروح بيهم المكان اللي اتصنع فيه عشان يجمعهم آلي شغال هناك من اول وجديد. بيفضل تانج واقف لحد ما يلاقي لاي فاتح عينه ورجع شغال تاني عشان يفضل يحتفل بعد ما حقق كل اللي كان عايزه وخلص من فلاش. بس كده بيكون خلص فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.